يا جماعة، فاكرين أيام ما الدوري المصري كان مولع؟ فاكرين الشغف؟ فاكرين المتعة؟ فاكرين لما كنا بنتفرج على ماتشات ونبقى مستنيين الدقيقة الأخيرة عشان الماتش يولع؟ قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان نفضل نفتكر مع بعض أحلى أيام الكورة في مصر. فيها مواسم كروية بتعدي كده وخلاص، ومواسم تانية بتتكتب بحروف من نار، وموسم 2015 كان واحد منهم. الموسم بدأ عادي جدا، لكن قلب كل التوقعات رأسا على عقب. الزمالك كسر احتكار الأهلي، فرق صغيرة عملت إنجازات تاريخية، والجماهير كانت غايبة لكن الشغف كان مولع. ركز معايا، هنرجع بالزمن ونعيش سوا موسم ممكن نسميه الموسم اللي مستحيل يتعوض. قبل 2015 الأهلي كان واخد الدوري احتكار، والزمالك كل سنة بيقول السنة دي غير، وبيرجع يلاقي الأهلي رافع الكاس كالعادة. لكن في الموسم ده الزمالك قرر يقول كلمته مع فيريرا اللي جه بهدوء وبنى فريق نار. باسم مرسي الحاسم، أي زملكاوي عمره ما ينسى أهدافه، وكهربا كان في عز تألقه. أيمن حفني الحاوي من أحرف اللعيبة اللي تحب تشوف الكرة في رجله، ومصطفى فتحي حبة الكريز، أهداف، مراوغات، كباري، حفلة كورة في كل ماتش. الأهلي كان بيحاول ينافس بكل قوته بنجومه زي مؤمن زكريا، رمضان صبحي، وعبد الله السعيد. يعني كان في صراع قمة حقيقي، لكن الزمالك كان عطشان بطولة. الدوري ده ما كانش بس أهلي وزمالك، إنبي ظهر فجأة بقوة وكان مرعب أي فريق يقابله. مصر المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال عملوا موسم أسطوري وتأهلوا لأول مرة في تاريخهم للكونفدرالية. يعني حرفيا الدوري كان مولع والكل كان عنده حاجة يحارب عليها. حتى الفرق الصغيرة كانت بتلعب برجولة أكتر من دلوقتي بكتير. وفي الآخر الزمالك كسر احتكار الأهلي وفاز بالدوري لأول مرة من 11 سنة، وخد كمان كاس مصر بعد ما كسب الأهلي 2-0 في النهائي. الأهلي بعدها بدأ يعيد ترتيب أوراقه، لكن وقتها كان كل الكلام عن زمالك فيريرا. موسم للتاريخ، موسم ما يتكررش. موسم 2015 كان أكتر من مجرد دوري، كان روح، كان شغف، كانت منافسة حقيقية. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايه أكتر لحظة فاكرينها من الموسم ده، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نوصل الفيديو ده لكل واحد لسه فاكر متعة الدوري زمان.